مرحبا بكم معايا في وسيله كيتشن. اليوم غادي نتقاسم معكم الوصفه ديال هاد لاطارت اللي نقدروا نديروها للمناسبات والاحتفال وتقدميها لضيوفك بوجهك احمر. فهي وصفه سهله اقتصاديه والاهم انها سريعه، فكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. بحال ديما الا عجبتكم لا فيديو ديروا لي جيم وتشتركوا معايا في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات. كنتمنى كذلك انكم تتابعوني في الصفحات ديالي على الفيسبوك وتويتر اللي غادي نخلي لكم الروابط ديالهم في صندوق الوصف. فكنتمنى لكم مقادير ممتعه. 400 ملل ديال لا كريم فريش اللي طلعتها كوم شونتيي بلا سكر، لاننا غادي نضيفوا ليها دانيت كراميل على حسب الحاجه. غنحتاج البسكوي صابلي عادي، هذا اللي ناشف. انا غادي عندي هنايا 36 قطعه، نتوما على حسب المول اللي غتمونطيو فيه. غنحتاج لها كذلك البواغ اولا الاجاص المعلب اللي قطعته شرائح رقيقه، وغادي نستعمل كذلك العصير ديالو اولا داك الماء اللي كيكون معلب فيه. غنحتاج بالاضافه لهذا الشيء غنحتاج شويه ديال الكركاع اللي سخنته شويه، حمرته تقريبا وهرمشته. فهذه هي المقادير ديالنا ديال الحلوه ديال لا كريم ديال هذا النهار. نبداو على بركه الله. اول مرحله غادي ناخذوا دانيت كراميل، غادي نضيفوا منه واحد جوج ديال المعالق صغار لا كريم فريش ونطربوها معاها. من بعد غادي نذوقوا ونشوفوا على حسب الحلاوه اللي حنا باغيين، غنزيدوا بالتدريج. بسم الله. ديال الكريم ديسير كراميل او لا دانيت كراميل ديالنا، انا بالنسبه ليا فاخذت مني علبه صغيره اللي كتوزن 125 غرام، فاكتفيت بالحلاوه ديالها. نتوما الا بانت لكم بانها ما حلواش بما فيه الكفايه يمكن لكم تضيفوا كذلك السكر سنيده او السكر ثقيل. فنبداو في المونتاج. كناخذوا مول اللي انا خديت هنا مول على شكل ديال مستطيل. كنجيبوا البسكوي ديالنا كنفزقوه مزيان، كنفزقوه في العصير اولا ديال البواغ المعلب، وكنحطوهم وحده وحده. فانا المول ديالي غادي يهز ليا 12 قطعه، لانه على شكل مستطيل غيهز ليا 3 في العرض و4 في الطول. كميه من لا كريم ماشي بزاف، شويه كنسرحوها في الاول بهذه الطريقه. الهدف هو اننا نحطوا عليها البواغ اولا الاجاص المعلب، وعاد نعاودو نزيدو فوق منه لا كريم عاوتاني. هادو فقط كنديروها باش بحال كتلاصق الحبات ديال البسكويت، كيتلاصقوا مع بعضياتهم بها باش بحال كيثبتوا ملي كنكونوا حنا كنضيفوا الباقيه. كناخذوا الشرائح وكنحطوهم على هذا الشكل هذا. فيمكن لكم تعوضوا الاجاص باي فاكهه اللي كتكون رطبه بحال البنان او الخوخ المعلب، لاننا باغيين منين نجيو نقسمو ما تجيناش الصعوبه في القسيم. كنزيدوا دابا كميه، كنحاولوا اننا لا كريم كنحاولوا اننا نقسموه على 3 او لا على 4، لاننا باغيين مازال غنزيدوا الطبقه الثانيه والطبقه الثالثه ونخليو شويه للتزيين. فغادي نسرحوه شويه، نغطيو به البواغ ديالنا كامل. نحاولوا اننا نديروا الطبقات متساويه، ما يكونش عندنا
شي اكثر من شي. الا لقينا نديرو في البوش وعاد نكبو يكون احسن. الطريقه حتى كنديرو واحد الطبقه ديال الكريم، من بعد كناخذوا الكركاع مهرمش كنوزعوه بطريقه عشوائيه باش كيعطينا داك الكروكون. ملي كنجيو كنكونوا كناكلو كنحصلوا على هذاك الكروكون ديال الحلوه، وعلى واحد المذاق رائع كيتواتى بشكل كبير مع الاجاص المعلب. فكنستمروا بنفس الطريقه، كنعاودوا نديروا في طبقه اخرى ديال البسكويت كنفزقوها، كنعاودوا نديروا فوق منها طبقه ديال لا كريم. مي في الطبقه الثانيه ما كنديروش البواغ، كنخليوه حتى للطبقه الثالثه. فدابا نستمر انايا نتلاقاو باش نشوفوا التتمه. بعد ما كنتهيو من المونتاج ديال الحلوه ديالنا، فدابا كنهزوها بحال هكا وكنخبطوها هكا واحد شويه باش كيهبط لا كريم وكيسد. الا كانت شي ثغره كيسدها. فدابا غادي ندخلها انا غادي ندخلها نورمالمون الكونجيلاتور باش تبرد دغيا، ونتلاقاو باش نشوفوا كيفاش غادي نديرو نزينوها. شفت الحلوه من الكونجيلاتور بعد ما بردات مزيان، كلكم تحتفظوا بها فقط في الثلاجه. انا عندي هنايا لاباج اللي خديته وسخنته وزدت ليه النكهه ديال الكراميل، غادي نكبو فوق منها كيف ما درت في الفيديو السابق ديال لا طارت اللي بالمذاق ديال فلورونج. كندير نفس الطريقه، كنخليه الى باش بحرا ما يتقبش ليا الحلوه، كنكب فوق المعلق وابخي كنكب فيه فوق لا طارت هكا. ما غاديش ما عندناش لو ريسك انه يتقب لنا الحلوه ولا انه يخسرها لنا. فدابا من بعد ما كبيت الناباج غادي نردها للثلاجه باش يبرد الناباج ويشد فراسو، ونزينها ونتلاقاو باش نقدمها لكم بصحه والراحه. وهكذا نكون وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا ديال هذا النهار. فكنتمنى لكم سنه سعيده 2017 تدخل عليكم بالصحه والهنا نتوما ووليداتكم وعلى العالم الاسلامي ان شاء الله. فهذه هي لا طاقت ديالنا ديال هذا النهار. كنتمنى ان الوصفه ديالها تكون نالت الاعجاب ديالكم، انكم تبارطاجيوها مع صحابكم. بحال ديما ما تنساوش الا عجبكم الفيديو ديروا له جيم وتشتركوا معايا في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات. نخليكم مع بقيه الفيديوهات ديال القناه، نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم كذلك، ونقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو مقبل ان شاء الله.